هو عبارة عن للمسافر بشكل عام، اللي يجي مرحبا فوق العين والراس، ودنا بلاقي. وأكثر اللي يجونا هم أصحاب الديانات والمارة والجيران اللي حوالينا، يعني أصدقائي وزملائي في العمل وزي كذا. يعني نشتري بعضه من الأسواق وبعضه نصلحه أنا هنا في المحل. الأشياء التي تحتاج نشتريها من برا نشتريها، والأشياء التي نطبخها هنا نطبخها. إحنا ناس بسطاء، وفطورنا مبسط، عبارة عن موية وتمر وعصيرات وسمبوسة وشربة وإدامات وشفوت وأكثر من 5 أنواع من الفواكه. خير الله واجد، نحمد الله نحمد الله. الهدف الأول والأخير إني أشعر بسعادة لن يشعر بها أي أحد عندما أجتمع مع الناس هذولاء البسطاء ونفطر في صحن واحد من جميع مختلف الجنسيات. هي سعادة أشعر بها، لن أشعر بها في أي وقت مضى إلا في وقت رمضان وفي ساعة الإفطار. هذه كم السنة؟ تقريبا السادسة. كل ما أنا أقوم به في هذا المحل هو لوجه الله سبحانه وتعالى، لا نبغى من شيء إلا وجهه الكريم. أنا لي 19 سنة في منطقة رجال الماء. لقينا الخير في المنطقة هذه، ناس كرماء، ناس مطاليق، ناس عرفناهم بالوفاء، بالكرم، بالأخوة، بفعل الجميل. أنا ما فعلته وتعلمته من المنطقة هذه. احنا أخوان وجيران وقريبين من بعض، ما في فرق في عسير واليمن، كلنا أخوان ومنطقة متقاربة. وما أقوم به هو ابتغاء لوجه الله، لا أريد شيء. كل سنة أنا يجي هنا محك هذا يمني فطور. والله أنا عابر سبيل بالديانة، رجال وقفني وفطرنا معاهم اليوم، جزاهم الله كل خير والله. وكل عام وانتم بخير وشهر مبارك عليكم إن شاء الله، وجزا الله كل خير الناس اللي قايمة على العمل. بسم الله ما شاء الله والله ما قصروا.